ناخذ اتصال اخر. المتصل الثالث بنبره متحمسه شويه. اهلا، كي دايرين هاد الساعه؟ المذيع هو مبتسم. بخير، كيبان عليك متحمس. اسمح لي، راني عاد دابا خرجت من الخدمه. شنو هي طبيعه الخدمه ديالك؟ انا كنخدم في قسم الصيانه ديال الشركه ديال الضوء، ومعظم مواعيد الخدمه ديالي كتكون في اوقات ليليه. الله يعاونكم. عرفنا بسميتك. انا سامي، العمر ديالي 33 سنه، مزوج وعندي 3 الاولاد وساكن حبس سميتك كافيه وبركه. واخا. تقدر تبدا سامي؟ انا كنخدم في الصيانه ديال الموكل ديال الضوء العدادات في الاحياء السكنيه، سواء خسروا ولا لا. الخدمه ديالي كتطلب مني ندير فحص دوري. الخدمه ديالكم كنعترف بها صعيبه، لولا غلاء الفواتير ديالكم بعض المرات. الفواتير ماشي من التخصص ديالي، راه تابع القسم ديال. كمل سامي القصه ديالك. واش المشاركه ديالك ضروري تذكر فيها كاع التفاصيل؟ لا اسمح لي. المهم تقطع الضو في واحد الحي، وفي هذه الحاله كنفحصوا الماكن ديال الضو الرئيسيه. الا ما كان فيها حتى شي مشكل كيجي الدور ديال عمال الصيانه ديال بحالي باش يفحصوا الماكن الفرعيه في نفس الحومه. وغالبا كيكون السبب القطاع ديال الضو هو القاطع التحرق، والعمليه ديال الاستبدال ديالو بسيطه وسريعه. ومن بعد الفحص المبدئي اتضح ان الماكينه الرئيسيه مزيانه. ركبت طوموبيلتي واتجهت للموقع ديال الماكن الفرعيه، وملي وصلت كانت الحومه مظلمه تماما بطبيعه الحال. واش كان الوقت معطل